وكان فخور بنفسه جدا، وبيودع المدرب والمحامي وراح يسلم نفسه عشان يقضي العقوبة وهو واثق في نفسه. وميدي بتكون واقفة بعيد بالعربية عشان تشوفه وبتعيط. وهما في الاتوبيس اللي هيوديهم للسجن في واحد بيضايق ستان، بس بيدافع عن نفسه وبيضربه وبيحذره انه يتكلم معاه تاني. ولما بيوصل بيدخلوه زنزانة مع راجل عجوز، وستان بيسأله عن الفتوات اللي بيضربوا المساجين هنا، وبيقول له ان في كتير جدا، وبيوري له العصابة السوداء وبيقول له كيليون يبقى الزعيم بتاعهم، وجنيتو زعيم العصابة المكسيكية، وباترسون زعيم النازيين. بس ستان بيقول له برضه مين اقوى واحد في السجن، وشورتس بيقول له رايموند العملاق. ورايموند بيكون ماسك مسجون جديد اسمه روبي وبيضربه، وستان بيجمع السجن كله وبيتحداه عشان يبقى ضرب اقوى واحد في السجن كله. وفعلا ستان بيقدر يضربه، وبيقلعه بنطلون قدام السجن كله وبيهز هيبته، وبيكسر له صوابع ايده كلها عشان يبقى علم عليه. وبعدها كيليون بيجي هو وعصابته يضربوه، بس ستان بيخلص عليهم كلهم، والسجن كله بيعرف ان ستان اقوى واحد في السجن. وفي الوقت ده